تلاقي المغني الفلاني معاه عربية 15 16 20 30 مليون، والطالب الازهري قاعد مربع في القطر بين العربيتين عشان ما حوش يدفع حق كرسي. يقوموا ايه الناس بقى المتدينه الجميله فاهمه دين بقى، تقوم جايبه الصوره دي حطها جنب الصوره دي ومنزلها على الفيسبوك، ويكتبوا الاشعار الجميله اللي باللغه العربيه دي اللي بتجيب لايكات، عارفينها اللي هو ايه ذو العقل ايه يشقى في مش عارف النعيم بعقله، واخو الجهاله في الايه في الشقاوه يسعد. صح كده؟ حافظين ما شاء الله. ايوه مش كده؟ انت بتعمل ايه كده؟ هو من اعطى هذا ومنع ذاك؟ مين؟ انت لا تسلم لاختيار الله عز وجل. تقول لا 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 اوعى يا شيخ انا ما اقصدش ربنا، انا اقصد احوال الدنيا اللي متشقلبه. اعوذ بالله اعوذ بالله. هو من يدبر هذه الدنيا؟ يعني لما تبقى احوال الدنيا متشقلبه والله عز وجل هو مدبر هذه الدنيا، يبقى ايه؟ ان هو ايه اللي زعلك لما لقيت الطالب الازهري قاعد مربع وجزمته مقطعه والشنطه مبهدله والتاني معاه العربيه ومعاه الطياره؟ ايه اللي زعلك؟ عارف اللي زعلك؟ ان الدنيا في قلبك. يعني فكر انت انك اتضايقت اصلا، نقول لك تعالى بس تعالى، انت متضايق ليه دلوقتي؟ تقول ما انت شايف ده معاه وده محوش. طب انا هسالك سؤال، لو المغني ده ولا الممثل ده اللي معاه الطياره ومعاه مش عارف ايه وبتاع متصور وماسك جناح ناموسه كده في ايديه ماشي وبيشاور عليها بقى وايه ومعمول له بقى فوتو سيشن مع جناح الناموسه، وطالب الازهري واقف من غير جناح ناموسه، هتحس بايه وقتها؟ هتحس ان يعني ماذا حصل هذا؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح لو تعدل، عارفين لو تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء. هي ما تساويش، ان احنا موازيننا خربانه عاوزه تتعاير مش كده؟ احنا بنقيس بالدنيا بموازين الدنيا، لكن الميزان عند ربنا مختلف. بسوء ادب مع الله عز وجل راح يعمل ايه؟ يعدل على ربنا، راح يعدل على ربنا، يحط الصورتين جنب بعض ويكتب كلام معناه انا مش موافق على الاسم دي، انا مش موافق. هتقول لا ما انا بصراحه ما هو فعلا بيكتب ما يقصدش ربنا ولا يخرج من الدين، يعني هو ما يقصدش ده، بس يا جماعه هو ما قال الامر الى ذلك. الاشكال ده نفسه حصل لصحابي، ومش اي صحابي، حصل لمين؟ لعمر رضي الله عن عمر، مش كده؟ يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام يلاقيه نايم على الحصير اثر في جنبه الشريف وما فيش حاجه ترد العين في حجرته صلى الله عليه وسلم، فيزعل عمر ويعني يظهر عليه التاثر ويبكي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يساله انت ايه ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ فقال انت وانت رسول الله فيما انت فيه، وكسرى وقيصر يتقلمون في الدنيا وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام مش بس يرد، يغضب. هو ده نفس هو يا جماعه هو نفس الموقف، كأن الصورتين جنب بعض اهو اللي انت حاطهم على الفيسبوك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء قوم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟